تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران مؤخرا من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة ينطلق نشاطها من المغرب، متكونة من 18 شخص من بينهم 3 نساء ينشطون في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، مع ضبط 1 قنطار و30 كيلوغرام من الكوكايين. وحسب بيان الأمن الوطني، العملية النوعية التي نفذت على مرحلتين متصلتين تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، حيث تمكن محققي المصلحة من إفشال المخطط الإجرامي لهذه الشبكة الممتدة جذورها إلى المغرب، حيث تم تحديد هوية وتوقيف 13 شخصا مشتبه فيهم في المرحلة الأولى، وضبط 20 كيلوغرام و600 غرام من الكوكايين داخل سيارة ومسكن أحد المشتبه فيهم. ومواصلة للأبحاث العملياتية المعمقة، تم الكشف عن محاولة تمرير وإغراق ولايات الوطن بهذه السموم، حيث تم ضبط شحنة ثانية من الكوكايين وزنها 109 كيلوغرام و800 غرام، مع توقيف 5 عناصر مشتبه فيهم آخرين من ذات الشبكة الإجرامية. كما وقد أسفرت العملية أيضا عن ضبط مبلغ مالي معتبر قدره 13 مليار و960 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، وحجز 16 مركبة من مختلف العلامات. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.